المصيبة دي أو البلاء ده، القضاء اللي نزل ده من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى الرحيم العليم الكريم اللطيف الودود هو اللي قدر عليه القدر ده، البلاء ده، القضاء ده، قضاه عليه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: والعبد يعلم أن المصيبة من عند الله فيطمئن قلبه، يرضى ويسلم. هي دي من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر عليها البلاء ده، خلاص أنا راضي يا رب مسلم. قال: وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. زي معناها قالوا إن برد العيش الحقيقي، السعادة الحقيقية إمتى؟ بعد الموت، مش اللي احنا عايشينها دي. أنا عايز برد العيش الحقيقي بيبدأ إمتى؟ أول ما تدخل القبر، اللي هو إيه؟ إذا تولى عنه وأصحابه ويسمع قرعني عليه. هي دي، ده بداية إيه؟ برد العيش. قفلوا القبر خلاص وماشيين، يسمع قرعني عليه، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ومن نبيك؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له الملائكة: وما علمك؟ فيقول: قرأت الكتاب وصدقت واتبعت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. فأفرشوه من الجنة. خلاص كده، هو ده إيه؟ ده برد العيش. فيأتيه من ريحة ويوسع عليه القبر، وبعدين يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح أبيض الثياب، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. وشك ده كده إيه؟ وش يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول العبد: ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. يقول: يا رب بقى إيه؟ عايز يوم القيامة يجي بقى. هو منعم في القبر. فهو ده برد العيش بعد الموت، يبدأ في القبر، مش اللي احنا عايشينه في الدنيا. ده مش برد العيش. إنسان مؤمن ينعم في الدنيا، لكن برد العيش الحقيقي بعد الموت. وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك، أو في رواية العكس: وأسألك الشوق إلى لقائك. قالوا العلماء إن الحاجتين دول أعظم نعيم في الدنيا والآخرة.